كل يوم تصحى تفتح الموبايل تلاقي واحد عنده 19 سنة وبيسافر دبي، واحدة عندها 23 سنة وبتشتري عربية غالية، شاب طالع لايف من يخته في المالديف ويقول لك ابدأ دلوقتي، وانت قاعد ماسك موبايلك ومش عارف تبدأ منين أصلا. سؤال بقى، هو انت فاشل علشان لسه ما بنيتش شركتك، ولا علشان مفيش عندك متابعين، ولا علشان لسه ما وصلتش للحلم الكبير؟ طيب ما تيجي اقول لك حاجة تانية، انت مش فاشل، انت بس اتضحك عليك. اتضحك عليك بمعايير نجاح مش بتاعتك، اتضحك عليك بلقطات مفلترة من حياة ناس مش شرط تكون حقيقية، اتضحك عليك بفكرة انك لازم تنجح بسرعة ولا تبقى ما تسواش. بس الحقيقة في ناس بتتفتح في وشهم ابواب من بدري، وفي ناس بتتعب 10 سنين علشان يتفتح شباك صغير، وفي ناس بتسهر وهي كبيرة، وفي ناس بتاخد وقتها بس لما توصل بتثبت. السر مش في السرعة، السر في الثبات. مش لازم تعمل ضجة علشان تكون ناجح، مش لازم تكسر الدنيا علشان تكون مميز. أوقات أكبر انتصار في يومك إنك قمت من السرير، إنك واجهت خوفك، إنك ما استسلمتش رغم إنك لوحدك. الناس مش لازم تشوفك علشان تكون ناجح، انت بس محتاج تشوف نفسك وتصدقها. ما تقارنش نفسك باللي بيجروا في حتة تانية خالص، ممكن تكون انت بتزرع وهما بيستعرضوا الورد البلاستيك. واوعى تنسى، البداية البطيئة مش دليل فشل، ده دليل انك بتتبني صح.